لازم يعملك حساب وياخد رأيك ويسمع كلامك، ولا بلاش الطيب احسن؟ البيت مشاركة وانتوا شركاء، ما ينفعش ما ياخدش رأيك زي ما انتي ما ينفعش ما تاخديش رأيه. والموضوع ده وانا هنا بكلم الراجل، مش بس مميزاته انها مش هتقفش عليه، لا ده ليه مميزات لذيذة قوي. اول حاجة يا باشا، هتخلي مراتك تثق فيك وفي حبك ليها، ومهما تقلها عنك مش هتصدق، ما هي عارفة كل حاجة عنك. تاني حاجة، هتلاقي حلول وآراء مختلفة لمشكلتك، ما هي القفة ام ودنين بيشيلوها اتنين. وبعدين لو الدنيا اتطربقت على دماغكم اهو كان قراركم سوا ومش هتشيلها لوحدك. تالت حاجة ودي اهم حاجة، انك لما تاخد رأيها في قراراتك هتزود لغة الحب بينكم والنكد هيقل يا بيه. شفت بقى؟ مش عيب تبقى ماشي بشورة مراتك، وان دي حاجة مش عيب. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.